عمرك سألت نفسك ليه بتتعب وتجري والرزق مش ثابت؟ الصدمة بقى إن المشكلة مش في شغلك ولا في السوق، المشكلة في 5 حاجات. لو واحدة فيهم موجودة البركة بتتسحب بهدوء. بس اطمن، الحل قريب وسهل. خليك معايا للآخر علشان آخر سبب ناس كتير مش واخدة بالها منه، وأول ما بيتصلح الحياة كلها بتهدى. أول حاجة، الظلم. ممكن تظلم من غير ما تحس، كلمة طلعت، موقف عدى، حق اتأخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. المعنى بسيط، الرزق ممكن يزيد بس من غير راحة، والراحة أهم من الكتير. الحل، راجع نفسك، ولو تقدر تصلح صلح. حتى الاعتذار بيفتح باب رزق. استنى شوية، اللي جاي ده أخطر. تاني حاجة، قطع الأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الرزق مش فلوس وبس، الرزق عمر وصحة وقبول. الحل بسيط، مكالمة، رسالة، سلام من بعيد، حاجة صغيرة بس عند ربنا كبيرة قوي. تالت حاجة، أكل الحرام. مش شرط يكون ملايين، ممكن جنيه مش من حقك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب له. الفلوس تبقى موجودة بس البركة مش موجودة. الحل، سيب الغلط، ولو تقدر ترجع رجع، وربنا وعد الحلال القليل يكبر. لو لسه سامعني يبقى اللي جاي مهم ليك. رابع حاجة، نسيان الشكر. ربنا قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. ربنا مش محتاج شكرنا، احنا اللي محتاجين نشوف النعمة. الحل، قول الحمد لله واستخدم اللي معاك صح، وابعد عن المقارنة وشوف البركة هتعمل ايه. آخر حاجة، ركز معايا. خامس حاجة، الغفلة عن ربنا. ربنا قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مش شرط الفلوس تقل، أحيانا تزيد بس الصدر يضيق، وده مش عقاب، ده تنبيه رحمة. الحل، صلاة في وقتها، ذكر بسيط، توبة صادقة. ربنا ما طلبش الكمال، طلب الرجوع. في الآخر، لو حسيت إن الرزق متلخبط، ده مش لأن ربنا نسيك، ده لأن ربنا بيقولك في حاجة لو اتصلحت حياتك كلها هتتصلح. ربنا كريم وبيحب يصلح مش يعاقب. انت مش متأخر، انت بس محتاج خطوة.